وحشتوني. امتى التنازل يبقى حب وامتى يبقى خسارة للنفس؟ في اي علاقة سواء حب او جواز او حتى صداقة طبيعي يكون في تنازلات. مفيش علاقة ناجحة مبنية على ان كل واحد عايز كل حاجة تمشي على مزاجه، ولكن السؤال المهم هو هل كل تنازل يعتبر حب ولا يبقى خسارة للنفس؟ الفرق بين الاتنين هو اللي بيحدد إذا كانت العلاقة صحية ولا مؤذية. يعني إيه تنازل؟ التنازل هو إن أنت تسيب حاجة معينة أو تغير موقف أو عادة عشان تحافظ على العلاقة أو تراعي الشخص اللي قدامك، وده مش عيب أبدا، بالعكس أوقات بيكون دليل نضج وحب. لكن المشكلة لما التنازل يبقى أسلوب حياة ويبقى دايما من طرف واحد. طب إمتى التنازل يبقى حب؟ التنازل بيبقى حب لما يكون نابع من رغبتك مش من خوفك، بيحصل من الطرفين مش واحد بس، مش بيكسر كرامتك ولا قيمتك، بيخليكي مرتاحة حتى لو ضحيتي بحاجة بسيطة. الطرف التاني بيقدر اللي عملتيه ويحترمه، بيكون الهدف منه الحفاظ على العلاقة مش ان انتي تمنعي مشاكلها بأي تمن. مثلا واحدة بتحب السهر وجوزها بيحب ينام بدري، قرروا يوصلوا لحل مناسب يناسب الاتنين. هنا ده تنازل صحي لان كل واحد راعى التاني. امتى التنازل يبقى خسارة للنفس؟ لما تلاقي نفسك كل يوم بتتنازلي عن جزء منك، مرة عن رأيك، مرة عن كرامتك، مرة عن اصحابك، ومرة عن شغلك، ومرة عن احلامك، وفي الاخر تكتشفي ان انت مش عارفة انت مين. هنا التنازل بقى استنزاف مش حب. طب ايه هي العلامات ان انت بتخسري نفسك؟ بتخافي تعبري عن رأيك قدام الطرف التاني، بتعتذري حتى وانت مش غلطانة عشان مجرد تحافظي على العلاقة، بترضي بأي معاملة عشان الشخص ما يمشيش من حياتك، بقيتي بتغيري شخصيتك عشان تعتمديه ويبقى موجود، سعادتك بقت مرتبطة برضاه عنك، حاسة ان انت ماشية على اطراف اصابع طول الوقت جوه العلاقة. طب ايه اشارات ان العلاقة بدأت تمس هويتك؟ وده خطر جدا. طب ليه في ناس كتير بتتنازل زيادة عن اللزوم؟ اوقات السبب مش حب، الخوف من الوحدة، الخوف من الرفض، ضعف في تقدير الذات، الاعتقاد ان التضحية المستمرة هي دليل على الحب، او تجارب قديمة خلت الشخص يفتكر انه لازم يتعب عشان يتحب، وده بيخلي الانسان يدي اكتر بكتير من اللي المفروض ياخده. الحب الحقيقي مش ان انت تختفي، الشخص اللي بيحبك بجد مش هيطلب منك تمحي شخصيتك عشان ترضيه، هيحب اختلافك وهيحترم حدودك وهيسمع رأيك حتى لو مختلف عنه. لان الحب مش معناه ان واحد يكسب والتاني يخسر، لكن ان الاتنين يكبروا مع بعض. اسألي نفسك قبل اي تنازل، اسألي نفسك اسئلة مهمة قوي: انا بعمل بحب ولا بخوف؟ لو رفضت هيتقبلني ولا هيهددني بالانسحاب والخروج من حياتي؟ التنازل ده مؤقت ولا بقى عادة عندي؟ بعد كل الاسئلة دي هل هفضل فخورة بنفسي ولا حاسة ان انا اتكسرت؟ هل الطرف التاني بيتنازل عني زي ما انا بتنازل عنه؟ الاسئلة دي هتوضح لك الصورة جدا. خدي بالك او خد بالك، اكبر خسارة مش ان العلاقة تنتهي، اكبر خسارة ان العلاقة تفضل، لكن انت هتختفي جوه العلاقة. في ناس بتحافظ على العلاقة لدرجة ان هي تضيع نفسها، وبعد سنين تفتكر ان هي عايشة حياة مش شبهها. ده تفتكره ده حب؟ الحب الحقيقي بيخليك اقرب لنفسك. التنازل الجميل هو اللي بيحافظ على العلاقة من غير ما يضيع صاحبه. رسالتي الأخيرة: لو كل مرة بتتنازلوا فيها بتحسوا ان انتوا فقدتوا جزء من احترامكم لنفسكم، يبقى اقف واسأل نفسك: هل انا بحافظ على العلاقة ولا بضيع نفسي؟ الحب عمره ما كان معناه ان انت تلغي نفسك عشان حد. الحب الحقيقي بيخليك مطمن، مسموع ومقدر، ويخلي وجودك في العلاقة يضيف ليك مش يخصم منك. ودمتم سالمين.